خذ دستي وخذ. فأعلنت الصمت. كنت مولعة بالمسرح ومن أنا صغيرة بالمسرح، وأخذت المركز الأول وطلعت بعثة كمان لتونس، وبعدها شوي وقفته كرمال الدراسة. بعدين لما صرت جامعة درست كيمياء، صرت أوفق بين البروفات وبين الدراسة، وتابعته المسرح بعدين. اشياء متنوعة، يعني كنا أطفال، شي كانت تاريخية، شي كانت عن الإنسان الآلي، شي كانت عن فلسطين. بالفترة الجامعة كانت كوميدي ساخر. المسرح بالنسبة لي وجود، يعني طول ما أنا بالمسرح طول ما أنا حاسة حالي موجودة، أحبه. تعرفي يعني لما الإنسان يكون عنده شغف بشغلة خلص يعني تصير تجري بدمه مثل الإدمان. الكتابة أنا أكتب صراحة من زمان، بس ما كان في شيء ببالي محدد، يعني بس هيك خواطر وأحتفظ فيها لحالي. من فترة صار عندي، يعني من شي سنتين صار عندي كتير هوس بالكتابة، فكتبته لقيته صار عندي كم هائل من الخواطر، ليش مجمعا بكتاب. فكان الكتاب الأول اللي هو همسات النسمات، كتاب خواطر بسيط سهل، مصطلحاته بسيطة عفوية، ما بحب إنه تكون المصطلحات هيك قاسية أو غير مفهومة، أحبها تكون بسيطة. وفعلا صار الكتاب شفته إنه كتير عالم حبوه، وهذا الشيء شجعني للكتابة أكتر، فطلع كتاب تاني صدى الأفكار. بعد ما طلعنا الكتاب الثاني صدى الأفكار طبعا صدر بعده بكم شهر. يعني اللي عجبني بحالي إنه عم أنتج، مع إني ما توقعته، يعني توقعت إنه خلص خواطر عادية. صدرت الرواية الأولى يضمدها الأمل، وبعدين الرواية الثانية أرواح تتأرجح على كفوف السحر، هي يضمدها الأمل، وهي أرواح تتأرجح على كفوف السحر. هلأ طبعا النشر كله إلكتروني، بعد ما نسختون ونشرتون في داليا حسن تواصلت معي مباشرة، كاتبة فلسطينية. في شهناز تواصلت معي جزائرية. صار في تواصل بيني وبين كتاب يعني مختلف الوطن العربي، مو إنه بس بسوريا. وحبيته أنا بصراحة. الأفكار اللي عم نتبادلها أنا وهن غالبا خيال، غالبا خيال. ممكن يكون في اشياء واقعية، ممكن تكون الفكرة أولا يبلش بالواقع ويكمل بالخيال. هلأ مثلا عندك يضمدها الأمل، تحكي عن بنوتة حبت تنشر كتاب، عملت كتاب حبت تنشره، بس هالكتاب يعني صار قصة عليه، كل ما تحاول تنشر يطلع لها مشكلة جديدة. شيء يصير يعني استغلال عندها من الناس اللي على أساس عم بيساعدوها. شيء تحاول تدور على أستاذ عربي لحتى يدقق لها الكتاب وما في، وضلت يعني المشاكل تواجهها هيك لحتى آخر الشيء نشرت كتابها وحققت طموحها وحلمها. يعني رواية تحكي عن الحب، وتحكي عن الطموح، وتحكي عن النجاح، يعني في حتى تقدر تقولي خواطر ضمن الرواية. متفوقة بالشي اللي تعمليه، وإذا ما تعيشيه لازم تعيشي اللحظة مع البطلة، لازم تعيشي الشعور اللي تعيشه، لازم تحسي كل خطوة. ليش؟ لأنه هذا الشيء كله يوصل للقارئ لما يقعد يقرأ، حتى القارئ يحس حاله انه هو بطل لما يقعد يقرأ. 20 سنة لأنه أنا كنت صغيرة كتير لما بلشت بالمسرح، ومشيته كم سنة، وبعدين وقفته كرمال الدراسة، بعدين كملته بالجامعة، بس من وقت ما تخرجت من الجامعة ما اشتغلت مسرح. صار لي كم سنة يعني تركتي؟ 10 تمام. في مسرحية حلوة هي، أنا قريتوها لكاتب متميز، هو كاتب أستاذ تميم. حبيت الفكرة اللي عطاها، وإن شاء الله
يعني عم نشتغل على الموضوع، بدها شوية تظبيطات، عم يعني ياخد رأيي وعم أعطيه رأيي بكل صراحة وموضوعية، وعم نحاول هيك مثل ما يقولون يكون عمل مشترك حلو. من بعد 10 سنين إني تركت المسرح، بس لأني أحب المسرح فكتبته مسرحية، صح ما مثلته بس كتبته. صافية النية تحسبها من الأولياء، عذبة كالنسمات، رقيقة كالهمسات، جميلة كالفراشات. والمستقبل القريب حابة أعمل المسرحية اللي حكيت لك عنها، بس حابة أقول لكل شاب ولكل بنت إنه قوموا واعملوا شيء اللي تريدوه، ولا تخلوه مجرد حلم بخيالكن، حققوا حلمكن، لأنه الإنسان لما يحقق حلمه يحس بشعور كتير حلو. النجاح لا يوصف مهما حاولنا نوصفه، لا يوصف. النجاح كلمة كتير حلوة، فحسوها مو بس تسمعوها.